السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد 4 الاشكالات ديال العواصر تحضروهم في شهر رمضان الكريم. كيجيو لذاذ في المذاق وكيجيو بالخضر. اللي ما كيتناولش الخضر يستغل هذه الفرصه ويحضر هذه العواصر، كيجيو لذاذ بزاف. وما تحسوش بان كاين نوع ديال الخضر من هاد 4 ديال الاشكالات ديال الخضر. نخليكم مع الفيديو والمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. غندوزو هنايا نعملو العصير الاول ديال البطاطا. عندي هنايا الفلون، عندي واحد نصف لتر من الحليب، جوج ديال الفلون ديال الدرهم غير هذا ديال التشينو. غادي نضيف جوج، وغادي نضيف واحد 3 الملاعق ديال السكر. السكر غادي نضيفو غير في الفلون فقط. غادي نضيف 3 الملاعق ديال السكر وغادي نخلط مزيان، وغادي نعملو يطيب حتى يطيب فلان عادي، يعني غير يغلي 3 دقائق. غادي نطفي عليه. صافي هنا كنضيف السكر حسب الرغبه. انا ضفت هنا 3 ملاعق كبار. صافي غادي نعملو فوق البوطه حتى يطيب حتى يطيب. بعد ما طاب لي غادي نعملو هنايا غير في هذه الطاسه، وغادي ندخلو المجمد او الثلاجه عاديه، يعني اذا كنتو ماشي مزروبين تعدلوهم غير في الثلاجه عاديه. انا عندي هنا بطاطا بعد ما سلقتها، عندي جوج البطاطات بعد ما سلقتهم صفيتهم من الماء ديالهم. وغادي نضيف هنايا جوج العلب ديال شاسي ديال الفاني بالنكهه الفاني. السكر 7 غرام 14 غرام. عندي هنايا جوج ديال الاكياس، وعندي جوج العلب ديال دانون بالنكهه الفاني. عندي واحد بالنكهه البنان وواحد بالنكهه الفاني. وتقدروا تعدلهم حتى بجوج ديال البنان اولا جوج ديال الفاني بحال نفس المذاق. يعني هنايا ضفت جوج، وغادي نضيف نص لتر من الحليب. صافي هنايا غادي نضيف فوق الياغوت غادي نضيف فلون هنايا في هاد اللقطه كان طفى لي التليفون، وضفت هنايا فلون بعد ما تجمد لي. وغادي نضيف الحليب. غادي نضيف نصف لتر من الحليب ونخليه حتى يطحن مزيان. وتقدروا تصافيوه واذا بقاو بعد حبيبات ديال البطاطا، اولا يعني كطحنوه مزيان وكتخليوه. صافي انا كنطحنو مزيان هنايا، يعني حتى كنطحنو مزيان حتى ديك البطاطا ما كتبقاش، اولا كتصفيوه. ها الشكل النهائي كيجي في هذا الشكل هذا. ندوزو العصير الثاني. عندي هنايا البربه بعد ما سلقتها قطعتها وسلقتها وخليتها بالماء ديالها. ديك الماء ديالها باللي كتغسل ويعني ما كيبقاو مزيونين، وديك الماء هما صحيين. وعندي هنايا واحد شويه ديال الفراوله، هذه اختياريه يعني كان عندي وضفته مع البربه، اولا كتضيفوا غير البربه بوحديتها. صافي هنايا كنضيف غير واحد شويه الفريز، وكنضيف واحد العلبه ديال دانون بالنكهه الفاني. صافي في هذا العصير ما غاديش نضيف الكيس ديال الفاني، ما غاديش نخليه بالطعم ديالو، ما غاديش نضيف له الفاني، غير دانون غنكتفي به. والحليب نصف لتر من الحليب. اذا بغيتو كميه كثيره كتعملوا لتر د الحليب، اذا بغيتو خفيف كتزيدوا له الحليب. بغيتو هيدا بحال اللي عملتو انا غير نصف لتر صافي، والكميه كتبقى حسب الرغبه. دوزو العصير الثالث. عندي هنايا الجزر والعلبه ديال دانون ديال الخوخ او هاد المانغ. انا عندي هنايا المانغ. الجزر بعد ما سلقته حتى هو سلقته حيدت له الماء ديالو. صافي صفيته وضفت له ديك الفاني، سكر الفاني ودانون واحد الياغورت بالنكهات ديال الخوخ اولا ديال المانغ. عندي هنايا نصف ديال الحليب، نصف لتر ديال الحليب. صافي كنبقى نطحن حتى كيطحن معايا مزيان. صافي نتوما حسب الخاطر، واذا كان بغيتو خاطر كتزيدوا له الحليب.
صافي كيجي على هادشي هذا وكيجي بحال ضناب، بحال كيجي فواحد المذاق لذيذ بزاف. ودا جربته هنايا ما غسلتش العصاره ديالو، يعني نفس المذاق. عندي هنا قرعه حمراء، بعد ما سلقتها حتى هي غادي نضيفها في الخلاط، وغادي نضيف واحد شويش كميه ديال الماء، ماشي بزاف، غير شويش وصافي، الماء اللي تسلق فيه صافي. وكنضيف له نفس اللي ضفت في العصير ديال الجزر، يعني غادي نضيف واحد دانون نفس النكهه ديال المانغ، كيواتي العصير الجزر والعصير ديال القرع، يعني كيواتيه المانغ. انا ضفت غير الخضر مع هاد الياغورت والحليب. ودا بغيتو نتوما تضيفوا تزيدوا ولا بعد يعني الحبات ديال الفروطه بالبنانه وحده، يعني تقدروا تضيفوا. النكهات كتبقى اختياريه. هنايا غادي نزيد واحد دانون ديال البنان، يعني هنايا في هذا العصير ضفت جوج ديال الياغورت، واحد ديال البنان وواحد ديال الخوخ. وبغيتو تضيفوا غير واحد فقط، انا غير بغيت نزيد واحد ثاني كان بقى لي وقلت غادي نضيفو. صافي هنايا كنضيف نصف لتر من الحليب، يعني كل عصير هاد الكميه اللي ضفت خدات لي نص لتر ديال الحليب من كل نوع ديال العصير، يعني ما عملتش كميه هنا كبيره. صافي هنايا كنبقى نطحن مزيان حتى كيندمج الخليط كامل وكيطحن مزيان. في هاد الاثناء كتبغيو اذا بغيتو تصفيوه كتصفيوه اللي بغيتو. صافي غادي نفرغ في الكؤوس. هذا ديال القرع كيجي على الشكل هذا، وهذا ديال الجزر كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي خاطر كيجي لذيذ بزاف، بحال اللي المذاق ديالو بحال عصيري. يعني هذا ديال البطاطا كيجي لذيذ بزاف بحال العصيري بالنكهات البنان، كيجي واخا ما ضفنالوش البنان كيجي بالنكهات البنان، كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى هادو عواصر تجربوهم في شهر رمضان ان شاء الله يا ربي، كيجيو لذاذ وما غاديش. ودا ما قلتوش بان كاين البطاطا وكاين القرع وكاين الا البربه اللي غادي يعرفوها، ما غاديش يعرفوها. ودا ما قلتوها لهمش بان كاين هاد الخضر في هاد العواصر، يعني ودا ما قلتوها حتى واحد ما غاديش يحسوا بان كاين شي خضره في هاد العواصر. كنتمنى الفيديو يعجبكم وكنتمنى تجربوا الوصفه. بسلام عليكم، الى الفيديو القادم ان شاء الله، والعواشة مبروكه.